مساء الخير، انا المرشده السياحيه ودي قناه هيستوري ستوري. اول مره تشوفنا متنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه، ولو في حاجه انت عايزه نتكلم عنها اكتبها لنا في الكومنتات وان شاء الله هنتكلم عنها في اقرب وقت. النهارده هنتكلم عن فيلم نادر جدا، بس قبل ما نعرف ايه هو الفيلم ما تنساش تعمل الاشتراك بتاعك. صدقني زرار الاشتراك ما بيكهربش ولا هتخسر حاجه، بالعكس انت هتساعدنا ان قناتنا تكبر وتوصل لعدد كبير من الناس. النهارده هنتكلم عن فيلم بياعة التفاح. تم عرضه المره الاولى يوم 19 أكتوبر 1939. مدة عرضه 115 دقيقة. أما عن تصنيف العمل فهو رومانسي. هو من إخراج حسين فوزي وتأليف حسين فوزي وعزيزة أمير. طاقم العمل عزيزة أمير، محمود ذو الفقار، حسن مختار صقر، أنور وجدي، فردوس محمد، حسن فايق وأمل زايد، محمد كامل، أحمد حداد، عبد السلام النابلسي. قصة الفيلم بتدور حول الرهان، إن في واحد هو غني جدا بيعمل رهان هو وصاحبه حول بنت فقيرة جدا بتبيع تفاح، إن هو يحولها من بنت فقيرة لفتاة غنية جدا معاها فلوس كتير وبتتكلم بطريقة معينة وبتعمل كل حاجة. وهو بيعلمها وبيوريها للناس، وريها لهم على اساس ان هي بنت ناس كبيرة جدا في البلد وغنية جدا وكده. وفي الاخر هي اصلا ما تعرفش ان الحكاية دي كلها عملية رهان. صاحبه وقع في حبها. ايوه، صاحبه وقع في حبها. هل يا ترى صاحبه ده اللي عمل معاه الرهان؟ هقولك لا، هو صاحبه التاني وقع في حبها. هو اصلا ما يعرفش قصة الرهان، واللي يعرف قصة الرهان كلها هو محمود ذو الفقار وصاحبه اللي هو التاني ده. انور وجدي وقع في حبها جدا وحبها، وهي كانت بتحب محمود ذو الفقار وفضلت تحبه وكانت بتسمع كلامه عشان بتحبه. بالعكس هو كان بيزعق لها ان هي لازم تتعلم كل الحاجات دي. هو كمان حبها، بس اول ما جه يخسرها عرف ان هو بيحبها. ازاي بقى؟ شفتوا فيلم، هقرب لكم المثال. شفتوا فيلم شارع الحب بتاع عبد الحليم لما عرف ان الحكاية كلها رهان وكان الرهان ازازة كازوزة؟ كانت نفس الفكرة بالظبط، ان هي عرفت ان كل ده رهان عليها وان هو ما بيحبهاش، وان هو عمل ده كله مش عشان يساعدها ان هي تتغير، لا، هو عشان يكسرها قدام الناس. فقررت تنتقم منه، ان هي تسيب كل حاجة وترجع تاني تبيع تفاح. هو حبها جدا فحب ان هو يرجعها، بس المرة دي بعد ما رجعها محبش يقدمها ان هي البنت الغنية، البنت من عيلة من طبقة معينة، لا، قدمها على اساس شخصيتها الحقيقية اللي هي بياعة التفاح، وحبها واتجوزها، وكانت قصة سعيدة جدا. الفيلم ده من اخراج حسين فوزي و... ومن إنتاج شركة عزيزة أمير. عزيزة أمير كانت بتحب جدا تنتج لنفسها أفلام. والفيلم ده القصة الأولى الوحيدة اللي اتعملت في مصر بالطريقة دي وبعد كده اتقلدت. طب هل يا ترى دي كانت مقتبسينها منين؟ كانت تم اقتباسها من مسرحية لكاتب بريطاني اسمه جورج. فكل الأفلام بتاعت زمان رجعت أصلا يمثلوها مرة تانية، بس نفس القصة، بس الحوار مختلف، الأحداث مختلفة، شخصيات مختلفة، بس نفس الفكرة. شكرا جدا لسماعكم الفيديو ده، ويا رب يكون عجبك. ولو عجبك متنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناة، ولو في حاجة انت عايزة نتكلم عنها اكتبها لنا في الكومنتات وان شاء الله هنتكلم عنها في أقرب وقت. وقبل ما ننهي الحلقة عايزة أقول كلمة: اوعى تحب حد عشان شكله أو عشان فلوسه، حبه عشان قلبه. ويا رب يكون الفيديو نال إعجابكم. سلام.